كلنا بنحب الفلوس، واللي يقول غير كده يا إما يبقى بيمثل يا إما يبقى بيضحك على نفسه. الفلوس وسيلة مهمة جدا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا أنا نفسي أجيب عربية، هبقى عايزة أحقق فلوس علشان أجيب العربية اللي أنا نفسي فيها. أنا عايزة أجيب لابني شقة يتجوز فيها، لازم أحقق الفلوس عشان أعمل كده. الفلوس نعمة كبيرة، حتى ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الفلوس نعمة، بس إمتى تتحول لنقمة؟ لما أحول الفلوس دي من وسيلة أحقق بيها أهدافي وطموحاتي لغاية لمجرد إن أنا أكون غنية ومعايا فلوس وبس. الفلوس كمان اختبار قوي جدا للإنسان. انتوا شايفين يا جماعة الناس بتعمل إيه في بعض علشان خاطر الفلوس؟ الناس بتقتل بعض وبتسرق بعض علشان خاطر الفلوس. في ناس بتقول إن الفلوس ممكن تشتري أي حاجة، حتى الحب، حتى راحة البال، بس دي مش حقيقة. بدليل إن في ناس أغنياء ومعاهم فلوس كتير جدا بس برضو مش سعداء. الفلوس اختبار قوي جدا من ربنا لينا، اختبار مثلا للغني في عطائه وكرمه، واختبار للفقير في قوة تحمله للكرب والضغط النفسي والضغط المادي. الفلوس أهم مدخل للشيطان، الشيطان بيغري بيه وبيضحك بيه على البني آدم. علشان كده احنا لازم نركز كويس قوي احنا بنعمل الفلوس دي ازاي وبنحققها ازاي. لازم نحافظ على مبادئنا وقيمنا في الوقت اللي احنا بنحقق فيه الفلوس. ناخد بالنا كويس قوي ان احنا ما نعملش حاجة غلط او ننحرف عن المسار الصح واحنا بنحقق الفلوس دي. خدوا بالكم وانتوا في رحلتكم لتحقيق الفلوس انكم انتوا تستمتعوا بالفلوس اللي انتوا عملتوها دي. يعني في ناس بتفضل تشتغل 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 وما بيبقاش في اي وقت للمتعة او لان هو يستخدم الفلوس دي في تحقيق متعته. لازم الوقت اللي احنا بنحقق فيه الفلوس يساوي الوقت اللي احنا بنستمتع بيه في الفلوس، لان محدش هياخد حاجة معاه لما يجي يموت. وفي الاخر افتكروا ان الفلوس وسيلة مش غاية. حطوا احلام واهداف علشان تقدروا تدوا لنفسكم الدافع والشغف عشان تقدروا تحققوا الفلوس. لازم تحطوا احلامكم وتكتبوها في ورقة. كل ما هتحققوا حلم او هتحققوا حاجة انتوا كنتوا بتحلموا بيها هتحسوا ان انتوا مبسوطين جدا وان انتوا حققتوا انجاز مهم جدا في رحلتكم دي. استمتعوا برحلتكم في تحقيق الفلوس وخلوا بالكم من الشيطان، لان زي ما الرسول بتاعنا قال عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. خلوا بالكم يا جماعة. بتمنى لكم التوفيق في تحقيق الفلوس. ربنا يرزقني ويرزقكم. كان معاكم غادة يسري. باي.